الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي الخطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وعرض جديد. العرض بتاعنا النهاردة سكني من شارع النزهة الرئيسي مصر الجديدة، عمارة مباني 2010، شقة ألترا سوبر لوكس أول سكن، 250 متر. طبعا تلاتة نوم وليفنج، وفيها مميزات كتيرة حلوة. تعالوا نشوف الوضع بتاعها ايه وتفاصيلها ايه. بس قبل ما نروح بفكركم، لو عندك عقار عايز تبيع عايز تأجر، كلمنا واحنا نتعاون مع حضرتك ونسرع لك عملية البيع او عملية الإيجار. ايا كان نوع العقار، مش يعني سكني، تجاري، زراعي، صناعي، احنا معاك وبندعمك. استنونا. ده مدخل البرج، رخام من الاسانسير. عمارة شقة في الدور الثامن، الدور شقتين زي ما حضراتكم شايفين. ستور رخام الارضيات وجيبسون بورد، حاجة شياكة. ده كده هندخل على الشقة بسم الله. ده المصفح، حاجة كده مستوردة جميلة، 6 تكات أو 6 طبقات. طيب أول ما تدخل بسم الله ما شاء الله كده، عندك في يمين شمال عفوا وفي يمين. اليمين ده بقى ريسبشن وهنبدأ بيه. بصوا حجم الفراغ قد إيه، وحجم السطوع ضوء النهار قد إيه، مساحات ضوء كبيرة، وطبعا دي بتتفتح في تهوية. شوفوا حجم الباب قد ايه، واخد شكل دائري. طيب هنبدأ كده. ده البورسلين، شوف شكله جميل ازاي، قطع ليزر وحاجة في منتهى الشياكة. دي كده اتشطبت ولسه ما سكنتش. في شغل جيبسون بورد رقيق جدا وشياكة في السقف. هنا برضو شغل كده بورتريهات كده، شغل كلاسيكي جميل. وعندك الحيطة دي فيها شباك وفيها بديل الخشب وبديل رخام، شكله حلو قوي، معمول في الركن كده لحاله. وهنا البروفايل ليد، شيء في منتهى الجمال، لمسة جميلة الحقيقة. ده حمام صغير في الريسبشن، تمام، للضيوف. بفكرك عزيزي المشاهد، لو انت لسه بادئ معانا الفيديو دلوقتي، الشقة دي في شارع النزهة الرئيسي، 250 متر، تشطيب الترا سوبر لوكس، بلكونه كبيره. وده لشكل الازاز الدائري اللي قلت لحضراتكم عليه. بص بقى هنا البلكونه وجمالها، عرض كبير، فيو مفتوح، تحفه. مشهد كده او منظر من المناظر الجميله اللي تبعث على في بتعمل كده نوع من انواع عايز بتخطفك، هتحس بالحياة. شارع لا يهدأ ولا ينام 24 ساعة، جميع الخدمات موجودة، كل ما يخطر على بالك. المولات، المناطق الترفيهية، المناطق التجارية، كل حاجة موجودة حواليك. انت في شارع النزهة عزيزي، مصر الجديدة. تعالوا ندخل ونكمل باقي محتويات الشقة. هنا الباب على شمالنا اهو. هنا عندك المطبخ، شكله حلو جدا، مساحته حلوة، في نظافة. هنا ده ليفينج، مساحته حلوة. نفس الكلام، شغل في السقف مع توزيع إضاءة. دي أول أوضة عزيزي المشاهد، حوالي 4 في 5، أوضة جميلة. ده السقف والشغل اللي معمول فيه. بص على بيبان الأوض وجمالها والإكسسوارات بتاعتها. دي أعتقد أبواب تركي محترمة. يبقى كده عندنا أوضة، عندنا ليفينج، وعندنا هنا أوضتين وحمام. دي أوضة ببلكونة أهي، برضه ممكن تبقى
4 في 5 أو 5 في 5، مدورة حلوة، مربعة قصدي، مدورة إيه، هي كرة. الحماس خدني. دي بلكونة اهي خلفية، أوضة ببلكونة، شايفة برضو شارع النزهة. نرجع ونكمل. طبعا الناس اللي خايفة من الدوشة، بمجرد ما بتقفل الألوميتال انت اتعزلت عن الشارع والدوشة بتاعته والكلام ده. هنا الحمام الرئيسي، حقيقة ألوان هادية وتوزيعها جميل ورقيق والنظافة. شكل الحمام مريح نفسيا. عندك كابينة دش، هنا معمول بإزاز طبعا. المراية مع الحوض، حاجة كده رقيقة في منتهى الشياكة. بعد كده هنطلع على الأوضة الرئيسية، ودي أوضة ما شاء الله 6 في 5، أوضة كبيرة. ساعات بيبقى فيه ديكور نظيف وشياكة، وسر شياكته البساطة. أنا شايف إن هنا لمسات بسيطة لكن في نظافة، في شياكة. ده المطل بتاع الأوضة ما شاء الله، داخل هوا حلو. وده الحمام بتاع الأوضة الماستر، نور النور. نفس الكلام، نفس الألوان الحلوة الهادية. هنا بقى الدش من غير كابينة، بلاعة تحت رقيقة. أول مرة أشوف الصرف الجميل ده. في عالم الديكور والتشطيبات كل يوم في جديد. عايزين مشاهد، الشقة دي قلنا 250 متر زي ما حضراتكم شفتوا، 3 أوض نوم، منهم أوضة ماستر وأوضة معيشة، أوضة ليفينج، ريسبشن 3 قطع، مساحة 250 متر، دور 8 على الشارع الرئيسي. السعر المطلوب 5,600,000 جنيه. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة. نرجو أن يساعدكم هذا العرض على اتخاذ قرار بالشراء، ونوصيكم بدعم القناة. من فضلك اشترك وفعل الجرس، سجل إعجابك بالفيديو، اترك لنا تعليقا، وشارك فيديوهات القناة مع أصدقائك. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.